واحده واحده كده نجرب الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها. لو انا جيت عملت الدايره بتاعتي، عملت كنترول عشان اتاكد ان الانكر بوينت في النص، اوكي. هجيب الانكر بوينت بتاعتي احطها تحت هنا كده، وتعالوا نحرك الكوره بشويه الرولز اللي احنا اخدناها بقى. خلينا ايه نعدي شويه وقت كده، نحط الكي فريم بتاعنا. ليه سيبنا الوقت ده؟ عشان لو انا عندي اوبجكت على الستيج بتاعي مش عايزه يبدا يتحرك على طول، عايزه الناس تشوف ان ده في كوره صفراء موجوده في الفريم، بعد كده تبدا تتحرك. بعد كده هنعدي 10 فريمز ونخليها تتحرك تيجي هنا. هلغي دلوقتي بس مؤقتا تايتل اكشن سيف عشان ابدا اركز على الانيميشن بتاعي. ده كان الانيميشن اللي احنا عملناه اول مره. دلوقتي هنبدا ان احنا نزود بقى بالحاجات اللي احنا خدناها دلوقتي. طيب هعمل ايه؟ هحط معاه روتيشن. دلوقتي احنا قلنا ان هو المفروض يعمل انتسيبيشن، الكره دي هتتحرك من هنا تيجي هنا، فانا عايزه تعمل ايه؟ عايزه تاخد باور، اوكي؟ فانا هخليها انها من هنا تاخد روتيشن، تبقى روتيشن 0. بعد كده لما تيجي هنا يبقى الروتيشن بتاعها كده، فيبقى هنا. والبوزيشن هحط كي فريم هنا لان ده بدايه البوزيشن كده. هاجي هنا كده هحط كي فريم، وبدل ما هي ماشيه كده هعكسها، هخليها ترجع ورا سنه، فيبقى عندي دول كده. ممكن احرك دول بس اخليهم مربوطين شويه مع الروتيشن، فيبقى عندي شايفين بقت الكوره بتعمل ايه؟ الكوره بقت بترجع ورا سنه وتاخد انتسيبيشن. فاكرين الرول بتاعت الانتسيبيشن؟ رجعت ورا سنه بروتيشن كده علشان تاخد السبيد بتاعتها. تمام؟ هيبقى عندي كده. هنا انا ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن اجي احط كي فريم للروتيشن هنا ان هو يزيد اكتر كده، فيبقى وهي بتتحرك هنا ممكن احطه في النص بس، وهي بتتحرك كده بقت ايه؟ شايفين الكوره؟ بس هي عشان الكوره ممكن مش هتبان قوي. احنا قلنا ان احنا ده الانتسيبيشن. هاجي هنا هقوم عامل ايه بقى؟ هنا ده كده الفريم الفاينل اللي انا عايز اوصل له، بس احنا قلنا هاجي قبله هقوم عامل ايه؟ قبله ب2 فريمز مثلا، واقوم جاي وعامل اوفر شوتنج. ده كان الفريم الاساسي بتاعي صح؟ ده الكي فريم بتاعي الاساسي. هقوم جاي هنا وعامل اوفر شوتنج هنا كده، تمام؟ ومغير الروتيشن، تمام؟ الروتيشن كان لورا، هتيجي قدام، هو حاجه كده، وقوم جاي قدام هتقوم عكسه الاتجاه بتاعها. بعد كده هنا تقوم بتحاول ترجع تاني للنقطه بتاعتها. لو خدنا بالنا انا كان الفاليو نيجاتيف 15 روتيشن، بعد كده عملت اوفر شوتنج بقى بلس 11. بعد كده هاجي هنا هخلي ده نيجاتيف 5، بعد كده 2 فريمز هيبقى بوزيتيف 3، هيبقى احساس انها بتحاول توصل لنقطه الثبات بتاعتها اللي هي 0. كده نيجاتيف 1، بعد كده 0. لو جينا دلوقتي بصينا ممكن بس اظبط المسافه بين الكيهات عشان ميبقاش في كي لازق في كي كده، تمام؟ شايفين اللي حصل؟ دلوقتي بقى عندي ايه؟ بقى عندي الكوره عملت انتسيبيشن، اتحركت، وبعد كده حصل ايه؟ حصل الاوفر شوتنج ووصلت لنقطه الثبات اللي هي حابه اللي هي المفروض توصل لها يعني. فده كده تطبيق لحته الستيجنج سنه، ان هو امتى الحركه حصلت، تمام؟ وامتى انا وقفت بعدها. يعني شايفين البريفيو اصلا، البريفيو
بعدها بشويه. لو انا جيت دلوقتي، اخدت الكره دي دلوقتي وشلت كل الكي فريمز اللي احنا عملناها دي زياده، ده كان الانيميشن قبل كده. خلينا بس ايه نطلعها فوق. لو انا عايز احرك شيب، لو انا عندي شيب لاير وعايز نفس الانيميشن بتاعه ونفس كل حاجه، بس انا عايزه اغير مثلا المكان بتاعه بالانيميشن يفضل هو، هقوم عامل سيلكت لكل الكي فريمز، تمام، واقوم جاي هنا ومحركه كده. بس اهم حاجه اكون ماسك كل الكي فريمز وواقف على كي فريم منهم. يعني انا هنا واقف عند كي فريم وعامل سيلكشن لكل الكي فريمز، فانا اقدر ان انا اغير، اجيبهم كلهم سنه يمين، اجيبهم كلهم فوق تحت، ما اعرفش ايه. انا هنا بتحكم في كل الكي فريمز. شوفوا الفرق بين الكره الاولانيه، ده كان التايمنج بتاعها كان كده، والكره الثانيه تمام. انهي شكلها احلى؟ اللي فوق شكلها مظبوطه اكتر، واخده راحتها، حصل انتسيبيشن، اتحركت، حصل اوفر شوتنج، تمام. فده كده ايه التطبيق للرولز اللي احنا اخدناها. خلينا ناخد حاجه تانية كمان. لو انا خدت نفس الكوره دي، هخفي بس الكوره دي دلوقتي، هعملها دوبليكيت عن طريق ان انا بدوس كنترول دي، تمام. لو دوست كنترول دي من على الكيبورد بيعمل دوبليكيت لللاير ده. هاجي دلوقتي همسك الكوره دي، اوكي. شايفين لو انا دلوقتي عملت كده دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ بيحرك كي فريم واحد بس. لو انا عايز احركهم كلهم، انا كنت عاملها غلط دلوقتي، هقوم مطلعها فوق بالشكل ده كده. لو انا جيت دلوقتي وعملت سelection للكي فريم بتاعتي ودوست F9 على الكيبورد، F9، شايفين شكل الكي فريم شكله عامل ازاي بقى؟ عامل زي الساعه الرمليه دي، الاور جلاس، تمام. ايه اللي بيحصل هنا بقى دلوقتي؟ لو انا جيت دلوقتي قارنت بين الفريمز، تمام، بين التو فريمز، بين الكي فريم ده والكي فريم ده، شايفين هنا الكي فريمز مسافاتها بقت واحده. ده كده عملت ايه؟ المسافات هنا كلها واحده، لكن فوق شايفين المسافه بين ده وده صغيره، عماله تكبر تكبر تكبر. شايفين المسافه بين الفريمين دول والمسافه بين الفريمين دول. هنا عملت ايه؟ عملت ايزنج، تمام. فايه اللي بيحصل؟ شايفين فوق بقى بيبدا ناعم ازاي ويسرع وبعد كده يدخل هادي، اوكي. فده كده عملت ايزنج ازاي؟ F9 من على الكيبورد. لو انا دلوقتي طبقت ده على المثال اللي احنا عملناه، لو انا خدت الكي فريمز دي كلها عملت لها F9 كده، احنا هنشوف ايه؟ كلام تاني خالص. ممكن كمان ان انا اشغل البلور. لو انا جيت هنا وشغلت البلور واتاكدت ان انا ماكتيفيت البروبرتي من هنا لونها ازرق، لازم يكون دي لونها ازرق عشان اشوف البلور. لو انا لغيتها، انا هنا عامل بلور اهو، ضغطت هنا بلور عشان اكتيفيت البلور بتاع اللاير، بس انا مش ماكتيفيت البروبرتي من هنا، مش هشوفها. لكن دلوقتي تمام، هيبقى عندي ده كده شكل الكوره بتطبيق شويه من البرنسبلز اللي احنا اخدناها.